هو إيه اللي حصل بين الشوطين؟ وليه منتخب مصر تحول 180 درجة في الشوط الثاني قدام نيوزيلندا؟ السر كله وراه كلمة واحدة: زلزال العميد حسام حسن. إبراهيم حسن خرج وكشف المستور وفجر المفاجأة. حسام حسن دخل غرف الملابس وعينه شرار، ووجه رسالة مرعبة هزت جدران الأوضة لكل النجوم بلا استثناء. العميد قالهم حرفياً: لازم تراجعوا نفسكم، أي لاعب أياً كان اسمه هيتم استبداله ولو بعد 5 دقايق بس، لو ملتزمش بالتعليمات وما كانش على قدر قميص منتخب مصر. العين الحمراء رجعت هيبة الفراعنة، والكل عارف إن مفيش مكان للمتخاذلين. اعملوا فولو ولايك تشجيع لنا علشان نستمر في تقديم المحتوى ده، وقولي في كومنت ما تقييمكم للعميد حسام حسن حتى الآن في كأس العالم.